أهلا وسهلا بيكم أجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. أهلا وسهلا في رحلة جديدة من رحلاتنا. احنا دلوقتي في محطة حماتي من كل قلبي مع جيهان سالم. هنتكلم في محطتنا عن الحموات الحسنوات، الحاجات اللي زعلتنا منهم والحاجات اللي هلكتنا من الضحك، يعني من الآخر هنحكي مواقف. يلا بينا نطلع فاصل، واوعوا تروحوا بعيد، استنونا. يا هلا بأجمل ركاب في الدنيا، ركاب أتوبيس 6. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلات حماتي من كل قلبي. وبنكمل النهاردة مع بعض حكاية البنوتة اللي سافرت مع عريسها، وهي فاكرة إنها بتبدأ حياة جديدة جميلة، اتوعدت فيها بحاجات جميلة، لكن لقيت نفسها في غربة لوحدها مع جوزها، ممنوع ناس ولا أصدقاء ولا جيران ولا أي حد غيره، هو وبس. انشغلت بالبيبي بتاعها وحملت تاني وجابت بيبي جديد، ملهاش غيرهم وغيره تهتم بيهم، هما التلاتة وبس. عايشة لرعايتهم وخدمتهم، وضاعت كل أحلامها اللي كانت بتحلم بيها واللي هي فكرت إن هو ممكن يساعدها في تحقيقها، وبقى يتعامل معاها كأنه أمه، يعني ماما بتعمل وبتسوي، ماما قاعدة في البيت وما بتخرجش، ماما ماما ماما، وكأنها لازم تكون زي ماما، مع العلم إن ماما دي كانت أكبر من جدتها، وهي كانت في عمر أحفادها. ما أنا نسيت أقول لكم، هو كان أكبر منها ب15 سنة، وأخدها وهي في الثانوية العامة، وكانت بتحلم تكون دكتورة. المهم طبعا لا راضي يخليها تكمل دراستها ولا تشتغل ولا أي حاجة، وهي طبعا ما كانتش مرتاحة، بس كانت صبرة وراضية وملهية بأولادها. نزلت أجازة مع الأولاد، وطبعا دي كانت أول أجازة ليها وهي نازلة بيهم. طبعا أهله كانوا منتظرين الهدايا ومعاملة زي الفل، لحد ما فتحت الشنط وطلعت هداياهم، وهم كانوا متعودين منه على إن هو دايما يجيب لهم شنطة سفر لكل بيت فيهم. المرة دي بقى مش كده، اتضايقوا، وهي حست إن هم اتضايقوا. كان هو بيبعت لهم مصروف كل شهر، وهي عرفت منه بالصدفة قبل ما تنزل، ولأنها نزلت عندهم في البيت طبعا المعاملة مش تمام. كان نفس الوقت اللي البنت اتجوزت فيه ابنها الثالث اتجوز بنت جميلة هي كمان. كانت الحما دايما بتحب تنفذ مقولة فرق تكسب. العيلة كلها كانت بتخاف إن حريم الأولاد يتصاحبوا، ودايما تيجي تقول للبنت فلانة جابت وفلانة عملت وفلانة سوت، ولما تيجي تتكلم عن أي حاجة البنت عملتها أو جابتها تنسب الموضوع لابنها، مش عاوزة تفرحها بنفسها، ودايما بتقلل منها، متخيلة إن هي أخدت خير ابنها. بالطريقة بقى كانت بتكره البنتين في بعض، وكل واحدة فيهم تحاول تراضي حماتها وتجيب لها هي وبناتها هدايا وحاجات علشان ترضى عنهم، ترفع من شأن واحدة وتقلل من التانية. والقعدة دايما كانت منصوبة، كلام اللي قاعدين على اللي مش موجودين أو لسه ماشيين، يعني اللي قاعد عارف لما يمشي هيتكلموا عليه. الابن الرابع بقى ما أقولكوش عليه، بيعشق قعدة الشلت والحكاوي، وقالوا وقلنا وعادوا وعدنا، ويقوم بين الناس، وعادي بيوت تتخرب. اتجوز هو كمان، يلا على البركة. وطبعا ده كان نن عين أمه، وكل ما يقع في مشكلة تكلم أخوه اللي في الخليج علشان ينقذه، ما هو كان المنقذ بتاعهم. المهم رات أخوهم اللي في الخليج مهما عملت ما كانوش بيحبوها، وكأنها أخدت رزقهم. ونفس الشيء البنت التانية اللي اتجوزت أخوهم التالت ما كانوش بيحبوها، استفزوا بيها البنت علشان تجيب لهم وتعمل لهم اللي هم عاوزينه،
ولأن أخوهم التالت كان بيحب مراته قوي وبيديها قيمتها وسط أهله، كانوا طبعا متضايقين منه جدا ومنها هي كمان. وطبعا أخوهم التاني بتاع الخليج ما كان بيشوفهم بيتكلموا على أخوه التالت كده، كان بيعامل مراته عكس اللي أخوه كان بيعامل مراته بيه، علشان يبان إن هو الابن الأحسن، وإن أنا أهو راجل وجامد. يعني كل حاجة كانت بتطلع على عين المسكينة يا عيني، كانت كبش فدا. مش كفاية ان هي اتخدعت في جوازتها اصلا. اما قريبتهم بقى مرات الابن الاكبر، الابن الاولاني اللي يبان انها بلسة من الجروح، كان بيبان عليها عكس اللي فيها كان حقد وغيظ، لدرجة كانت واقفة في يوم في المحطة علشان تروح الشغل، ولقيت سلفتها مرات الاخ الثالث راكبة سيارتها ومرت قدامها، عيطت وراحت اشتكت لحماتها وجوزها واخواته، مع انهم معاهم فلوس وهي تقدر تشتري سيارة، بس بخلانة على نفسها. مالها بقى ومال البنت اذا كان جوزها يجيب لها سيارة ولا ما يجيب لهاش؟ اللي نفسي اقوله لكم بقى ان الام والاب لازم يحببوا الاولاد في بعض، وان هم لو زعلانين من حاجة من عيالهم لازم يتكلموا مع بعض لوحديهم، يعني يكون بينهم وبين بعض وبس، علشان الاخوات يحسوا انهم غلاوتهم واحدة عند امهم وابوهم. ولو واحد منهم اشتكى اخوه او اخته لامه وابوه، ما يبقاش الرد فيه غير كل كلام طيب وكل كلام حلو، علشان يفضلوا يحبوا بعض. ودلوقتي وصلنا لمحطتنا، محطة حماتي من كل قلبي. كنتم مع جيهان سالم.